السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا المقطع سنتحدث عن جديد المنتخب المغربي، إضافة إلى ما قاله مدرب تولوز عن استدعاء زكريا بوخليل للمشاركة في المونديال القطري، كما نتطرق إلى ردة فعل بعض اللاعبين بعد عدم استدعائهم، والبداية بمدرب تولوز حيث خرج في تصريح يمدح فيه زكريا بوخليل بعد استدعائه للمشاركة في كأس العالم. المهم، قال مدرب تولوز بالحرف: كنت أستحم وسمعت صراخ اللاعبين والطاقم التقني، كنت أبحث لأفهم ما يحدث، لكن علمت أن زكريا لديه أخبار جديدة وصار كان خبر جيدا بالنسبة له ولنا أيضا، وهو المشاركة في المونديال التي هو حلم كل لاعب. إضافة إلى ذلك أن المنتخب المغربي مهم جدا، هذا ما يعني أن منتخب المغرب مدجج بالنجوم ومن الصعب أن تجد مكانا لك. وختم كلامه بالقول: زكريا بوخليل جعل كل الطاقم التقني واللاعبين فخورون به. الآن أصبح لدينا منتخبين لتشجيعهما، فرنسا والمغرب. أما عن آخر أخبار المنتخب المغربي فالبعثة ستشد الرحال صوب العاصمة القطرية الدوحة يوم الأحد غدا إن شاء الله. في هذه الرحلة لن يتواجد جل اللاعبين، بحيث لا زالت مباريات الدوريات الأوروبية لم تنتهي بعد، وفور انتهاء مبارياتهم مع أنديتهم سيشدون الرحال من الدول التي يتواجدون فيها مباشرة إلى الدوحة، وهدف من ذلك ربح الوقت وتفادي الإرهاق. وهذه الطريقة أفضل من أن ينتظر ولد انتهاء اللاعبين مبارياتهم مع أنديتهم ثم التوجه نحو المغرب ثم نحو الدوحة، لأن ذلك سيستهلك وقت ويرهق اللاعبين. إضافة إلى ذلك فالقجع هو من يترأس بعثة المنتخب، هو من المنتخب إلى ردة فعل بعض اللاعبين. جل اللاعبين المغاربة الذين كانوا ضمن التشكيلة الرسمية لواحد وغابوا عن تشكيلة المونديال كانت ردة فعلهم عادية. فريان ماري علق على الانستغرام على صورة له رفقة المنتخب وقال يشعر بالفخر العظيم، لكن الحدادي خرج وحذف صورته بقميص المنتخب المغربي من البروفايل ووضع صورة له مع فريقه الجديد ليتندم مع الحال ويرجعها. هذا ما يفسر لنا أن اللاعب لا يشعر بأي حس وطني، بل أكثر من ذلك جاء للمنتخب المغربي من أجل المشاركة في المونديال بعد تراجع مستوى وعدم استدعائه من المنتخب الإسباني. نحن كجمهور مغربي لا تمثلنا يا أيها اللاعب الصغير، ولا ننتظر منك أي إضافة للمنتخب. إضافة إلى ذلك صحيفة آس الإسبانية حطت عليه تقرير حول استبعاده من المونديال، وعنونت المقال كالتالي: الحدادي من محدث فوضى واسعة النطاق إلى المنسي الأكبر. وفي التفاصيل قالوا: الحدادي تحصل على فرصة جديدة بعدما بذلت الجامعة المغربية لكرة القدم مجهودات جبارة لتعديل قانون يسمح له بتغيير جنسيته الرياضية، لكن ذلك لم يشفع له للتواجد في المونديال القطري بالنظر إلى مستوياته المتواضعة. وقالوا أيضا أن الحدادي تلقى خيبة أمل كبيرة وواسعة إثر غيابه عن القائمة النهائية. وبهذا قد نكون انتهينا. دمتم في رعاية الله.